السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ أموركم هانية؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا. خوتي خواتاتي، ما تنسوش اختكم كريمة من تفعيل الجرس بالأسود باش يوصلكم أي جديد، ومن أبوني ومن التعليقات ديالكم. واستسمح إلا ما كنجاوبكمش، كنجاوبكم بالقلب ديالي وبالروح ديالي، وفي كل صلاة وفي كل دعاء اللي كندعيه مع خوتي وخواتاتي. المشاهده مني ما كتكونش، راه القناه كتهبط. وبغيت هاد الخوت والخواتات اللي كيتفرجوا فيا واللي كيستمعوا ليا واللي كيشجعوني يتشاركوه مع الخوت ديالهم، مع الحباب ديالهم، مع الاخوان ديالهم. ما فيها باس من بعد الله سبحانه وتعالى. هاد القناه بغيناها تكبر وتزيد القدام، ونتشارك مع خوتي وخواتاتي اي منتوج اللي كنخدمو كنبدع فيه نتشاركو معاكم. واللي بغى يصاوب شي كوموند او شي حاجه، مرحبا والف الف 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 مليون الف مرحبا. على بركة الله نشوفوا هذا العمل كيفاش طلع، اللي هو جرائع بالعيون ديالي. اما بالعيون ديالكم غتقولوا لي الاراء ديالكم في التعليقات ديالكم. يلا تبارك الله عليكم ولا لا يخطيكم. بسم الله توكلنا على الله. نشوفوا هذا العمل. هاد الخدمه هذه كتاخذ ليا 4 ديال الجعبات ديال الحرير، و10 الخيوطه ديال الزمرد النمره 3. وبطبيعه الحال جعبه باش غادي نلونو 2 جعيبات باش غادي نلونو هاد القفطان اللي خدمته بالغرزه الفاسيه، يا اما الخيط يا اما الحرير. هاد الجعبه ديال الصابره كانوا عندي وخدمت بهم ووظفتهم، لان دائما كنقول اي حاجه اللي عندنا في الدار كنستعملوها وما كنضيعوهاش. على بركه الله. غتشوفوا الزهاقه اللي درت في العنق ودرت فيها، دخلت فيها الفاسي. وهذا الرشمه كيف كتشوفوا في العنق كيفاش دايره. وهذا الدرس ديال واحد دورتو عليه كامل. وهذا القفطان راه نص طوق كيف كتشوفوا. درت ليه هاد حيت ما بغيتش ندير العقيده، درت ليه هاد البروش هذا. هانتوما كتشوفوا القفطان نص طوق كيف كتشوفوا. دخلت فيه الفاسي. هادو الكميمات، هانتوما كي كتشوفوا الكميمات اللي حتى هما فيهم الزهقه ودخلت فيهم تما الفاسي. كيف خدمت الطوق ديال العنق درتو في الكميمات باش يجي داكشي موالم. هذا الرشمه متداوله كيخدموها، اعتذر كتخدم بزاف، ولكن الاضافه اللي ضفت ليها دائما اي خياطه كيزيد واحد اللمسه، واحد الاضافه للخدمه ديالو باش تعطيها جمال واناقه، وكتميزو على كل واحد. وتبارك الله على الصانع التقليدي اللي ما نخافش عليه، تبارك الله كنخرجوا من يدينا الذهب. هذا هو القفطان ديالنا نص طوق اللي كتشوفوه مخدوم بالفاسي. نقرب الشاشه. هانتوما كتشوفوا هاد الرشمه اللي كتجي هي رائعه بلا طرز بلا والو، ولكن الانسان دائما خصو يخدم العقل ديالو ويدير الافكار. هنا عندنا الكورميطه اللي كتشوفوا وفيها عقيقه، باش حتى هي تزيد جماليه على المعتاد. اللي كنخدموا الكورميطه عاديه كنزيدوا عليها العقيقات، كتجي حتى هي رائعه. مادام القفطان مخدوم بالعقيق، اذا خصنا نوظفوا هاد العقيق كامل اللي كاين 10 ديال الخيوط. نتوما هابط لتحت راه مسدود القفطان. داك شويه ديال العقيق اللي شاط ليا من 10 ديال الخيوط وضفتو في هاد الحزام كيف كتشوفوا. ها هو باش هكا يزيد واحد الاناقه، واحد الجماليه، وما تبقى حتى شي حاجه. المهم العقيقات كلهم توظفوا في هاد الشوشه ديال الحزام. شفتوا؟ وهذا هو القفطان ديالنا اللي نص طوق اللي بالفاسي اللي جا، هو رائع جدا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ويا ميسر الامور دائما يسر الامور ديال الاخوان والاخوات، لان اي حاجه اللي كيبغيها الواحد لنفسه يبغيها الاخر. الله سبحانه وتعالى كيستمع وكيستجب للجميع. فتبارك الله عليكم ولا لا يخطيكم، والى اللقاء ان شاء الله باذن الله في عمل اخر وفي ابتكار اخر وفي لمسه فنيه ديال كلمه اللي كنضيفها على الرنده.
وهذا هو العمل اللي قمت به، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ومره اخرى خوتي خواتاتي، راه القناه ديالكم، ومن بعد الله سبحانه وتعالى بغينا تزيد وبغيناها تكبر وبغيناها تزيد القدام. ما حدها هي كتكبر وانا كنزيد نبتكر وكنزيد نتفنن، والحياه كتستمر. الحمد لله اكتسبت خوت وخواتات واحباب واصدقاء من خلال هاد القناه هذه، ومن خلال عندي الباج ديالي في الفيسبوك، اللي اكتسبت ناس محترمين، كيحترموك وكيقدروك وكيقدروا حتى العمل ديالك. ما سخيتش بكم، والى اللقاء احبابي الكرام.